زيزو وشارة الكشافة. زيزو عنده شارات كتيرة، والنهاردة نفسه يخلص اليوم ومعاه شارة عجلاتي، وعشان ياخد الشارة دي محتاج يكمل شوية مهام. من ضمنها إنه يفك العجلة ويلاقي الخرم اللي فيها وبعدين يصلحه. هو معاه ورقة تعليمات مكتوبة عشان تساعده، وماما موجودة عشان تشجع زيزو. هي قاعدة على الدكة الخشب، وكل ما زيزو يبصلها يلاقيها بتشاور له. في كمان أطفال كتير راكبين عجل وبيلعبوا، دول بقى مبسوطين قوي وعاملين دوشة رهيبة. القائد بتاعه كمان موجود، وكل شوية يجي يطمن عليه. ودلوقتي زيزو مبسوط قوي لأنه صلح العجلة وأخد الشارة اللي كان نفسه فيها. تعال نفكر شوية في زيزو واللي حصل معاه النهاردة. ممكن نتناقش معانا في التعليقات على الفيديو، وممكن تتناقش مع مامتك أو باباك أو أي حد بتحبه وبيتفرج معاك على القصة دي. القائد بتاع زيزو قال له إنه لازم يركز في المهمة بتاعته. تعرف يعني إيه يركز؟ تفتكر إيه الحاجات اللي ممكن تكون شتتت زيزو وخلت تركيزه على المهمة حاجة صعبة؟ هل كان في حاجات بتساعده على التركيز؟ تعالى نكتب أفكارنا عن كل الحاجات اللي ممكن زيزو يعملها عشان تساعده يركز. احكيلنا عن مرة كنت بتحاول تركز فيها في مهمة معينة، وكان في حاجات كتير بتحصل حواليك خلتك تشتت. ممكن يكون الموضوع ده حصل في البيت، في المدرسة، أو أنت بتعمل الواجب. إيه اللي حصل؟ إيه رأيك تبص على الأفكار اللي أنت كتبتها عشان زيزو وترسم دايرة حوالين اللي ممكن يساعدك أنت كمان؟ هنستنى حكاياتكم في التعليقات، واستنونا في فيديوهات جديدة من يوميات زيزو.